اليوم التاني مع الألوان المائية. النهاردة هندرج ألوان بس مش لون واحد، احنا هندرج لونين مختلفين وندخلهم على بعض. بصوا، احنا مش هنقول مسميات للتكنيكات والتدريبات اللي احنا بنعملها، احنا مش بنذاكر، احنا جايين نتبسط مع بعض. بلا ويت اون ويت ولا دراي اون ويت ولا ويت اون دراي والكلام ده كله. المرة اللي فاتت عرفنا طريقة التدريج والفيديو ما شاء الله بيوضح ده كمان، فمش هنكرر الكلام علشان ما يبقاش الفيديو ممل. اكتر حاجة حبيتها في التدريب ده ان شايفة لونين مختلفين ملهمش علاقة ببعض، بقدر اخلي بينهم انسجام وتناسق مريح. لو حابين ان احنا ناخد فكرة ازاي ننسق الالوان مع بعض وايه هي الالوان اللي تليق على ايه، ممكن نتكلم عنها بعدين لو حابين. وتنسيق الالوان على فكرة مش بيفيدنا بس في الرسم، لا ده هو مفيد كمان في الحياة عموما، اللبس بقى، الديكور، الفرش، حتى في طاقتنا ومودنا. الالوان دي عالم تاني، كفيلة ان هي تفتح لك خيالك وتريح لك مودك. المهم استنوني في يوم جديد مع الألوان المائية، وحاولوا ان انتوا تلعبوا وتجربوا ألوان مختلفة مع بعض. مش لازم يبقى فيه تناسق مسبق او انتوا عارفين خلفية معينة ان اللون ده يليق على اللون ده. العبوا بالألوان المائية وطلعوا إبداعاتكم براحتكم. وما تنسوش كمان ان فيديوهاتنا عن الألوان المائية دي عبارة عن لعب وتجريب وخطأ، فمحدش يخاف ولا حد يكش كده من الألوان المائية. يلا نجرب مع بعض ونغلط مع بعض ونتعلم مع بعض.